ولهذا نوصي بعض الناس الذين في ليلة القدر يصلون قيام الليل ساعتين، نقول لهم الليلة بدأت من المغرب وما انتهت حتى الفجر، أحيانا تكون 12 ساعة. هل اكتفيت بصلاة ساعتين ثم تركت 10 ساعات كلها؟ أين الدعاء؟ أين الاستغفار؟ أين الأذكار؟ أين التسبيح؟ أين التحميد؟ أين الطاعة في هذه الليلة؟ خير من 1000 شهر اكتفيت فيها بصلاة لساعتين. بخلت على نفسك يا عبد الله. ليلة ب1000 شهر، ألا يحق لنا أن نقضيها كلها لله عز وجل؟ الله وعد أن من بداية الليل إلى الفجر هي سلام، هي خير، هي مسلمة من الأذى حتى مطلع الفجر. وفي آية سورة الدخان يقول الله عز وجل عن هذه الليلة أنها ليلة فيها البركة، فيها الخيرات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر ليلة مباركة فيها البركات، فيها الرحمات، فيها الخيرات تتنزل على الأرض. وبعض الناس أمام التلفزيون، وبعض الناس نايم طول الليل، بعض الناس في الملاعب، بعض الناس في المقاهي في الشيشة، بعض الناس ليلة القدر أفلام ومسلسلات. حسافة والله، حسافة أن تقضى ليلة القدر في هذه الأمور التي تضيع حياتنا وضيعت عباداتنا